السلام عليكم. طيب في الفيديو ده هنتكلم عن 3 حاجات جداد، وهم حاجة اسمها فراكشن، وحاجة اسمها من ماكس، وحاجة الجاب احنا اتكلمنا عنه في الفيليكس، لكن هنتكلم عنه هنا بمنظور تاني. طيب ايه فكره الفراكشن؟ نبدا بيهم واحده واحده. فكره الفراكشن ان انت ببساطه لو جيت هنا، لو خدنا بالنا هنا ان احنا رحنا عملنا في الكولومز، عملنا 3 كولومز بمقدار 200 بكسل، راح جاي هنا 200 بكسل، هنا 200 بكسل، هنا 200 بكسل، لكن في لسه مسافه فاضيه. فانت لو عايز توزع العناصر بالتساوي، يبقى بكل بساطه هتيجي هنا تقول له اعمل لي 3 كولومز واديها 1 اف ار بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هنا خدوا المسافات بالتساوي. دي فكره الفراكشن بكل بساطه. طيب لو عايز اقول له ان عنصر ياخد اكتر من عناصر تانية، وليكن العنصر رقم 3، يبقى هاجي اعمل هنا 2 كولومز ياخدوا 1 اف ار، واجي للعنصر رقم 3 هقول له هنا ان انت خد 2 اف ار بالشكل ده. هتلاقوا ان هو خد مساحه اكبر من رقم 1 و2. لو قلت له 3 هتلاقوا ان هو بياخد اكبر واكبر. نقدر ان احنا ندمج الاف ار مع البكسل، يعني اجي هنا اقدر هنا ان انا اقول له 2 1 اف ار، 2 اف ار الكولوم اللي بعده، وبعد كده اجي اقول له اعمل لي كولوم تاني 100 بكسل. 100 بكسل نقدر ندمج العناصر مع بعض بدون اي مشكله. دي فكره الاف ار، ان انت تقدر تستخدمها علشان تدينهم كل المساحات ياخدوها بشكل متساوي، او ان انت تخلي الموضوع ماشي بشكل متساوي، بس تخلي، انا متاكد ان المايك ما فصلش، بس تخلي عنصر معين ياخد اكتر، وتقدر تدمج بكسل مع ار اي ام. الحاجات دي ممكن نتكلم عنها في المستقبل، اللي هي القياسات وكده. طيب حاجه تانية، ان احنا بنتكلم عن فكره المين ماكس. لو جينا هنا وعملنا هنا قعدنا نصغر نصغر نصغر، هتلاقوا ان العناصر بتصغر قوي. ممكن ان انا اجي اقول له ان رقم 3 ده لا، هو هنا الويتس بتاعه 172، اقول له انا مش عايزه ينزل عن 200 ابدا، مش عايز ان هو ينزل عن 200. فهاجي هنا استخدم حاجه اسمها من ماكس. من ماكس بتاخد حاجتين، بتاخد اقل ويتس يقدر ان هو يروح له، وبتاخد الماكس لما يكون في مساحه. يعني انا قلت له مثلا اقل حاجه يكون 200، الشاشه تصغر تصغر يقف عند 200 ايا كان، هيجي على العناصر اللي حواليه ويديله ال 200 بتوعه. الماكس لما يكون في مسافه اديله الماكس. فهاجي هنا هقول له من ماكس، من ماكس بالشكل ده، وهقول له ان المين بتاعي 200 بكسل، وهقول له ان الماكس بتاعي 3 اف ار بالشكل ده. هتيجوا هنا لو عملنا هنا المره دي هتلاقوا لا، هتلاقوا ان المين لسه 206، المين ما نزلش تحت ال 200. لو كبرنا هنا هتلاقوا ان هو هيروح لل 3 اف ار عادي. علشان الموضوع يتلاحظ بشكل اكبر، انا هقول له لا، هقول له ان المين كمان يكون 300. هدوس هنا سيف، هتلاقوا بصوا راح قافش العناصر اللي جنبيه بقوا اصغر، واداله هو 300. عندنا فكره الجاب. فكره الجاب علشان نفهمها زي ما انتم شايفين، هم هنا لازقين في بعض. عندي هنا الجاب، عندي هنا جريد جاب بالشكل ده، وهديله 10 بكسل. 10 بكسل زي ما انتم شايفين اداله جاب من الناحيتين. وخلي بالكم ان ده جاب مش مارجن. المارجن بيعمل مارجن من الاربع جوانب، لكن الجاب بيعمل جاب ما بينهم هم حواليهم، لان ده اختلاف ممكن الناس ما تاخدش بالها منهم او يتلخبطوا فيه، يقولوا احنا ليه ما نعملهاش بالمارجن. هنا الجاب انا عندي ليه قيمتين، عندي جاب من ناحيه الروز وجاب من ناحيه الكولومز. لو حطيت له هنا 20 بكسل، 20 بكسل بالشكل ده، هتلاقوا، او خلينا نخليها حتى 50 بكسل علشان تبان بشكل اكبر. شايفين الجاب هنا بقى كبير ازاي؟ وده برضو لو حطيت له هنا 20 بكسل مثلا هتلاقوا ان الجاب بيكبر. يبقى بالفيديو ده اتكلمنا عن فكره الفراكشن، اتكلمنا عن فكره المين ماكس، واتكلمنا عن فكره الجاب. يا رب ان الثلاث افكار كانوا واضحين ومفهومين واتشرحوا بشكل سهل، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.